نظم مركز آفاق للفكر الاستراتيجي والدراسات الثقافية والتربوية حملات تحسيسية وتعريفية حول الثقافة الحسانية، وكانت تحت عنوان الثقافة الحسانية للتعريف والتثمين، وذلك بدعم من وزارة الشباب والثقافة والاتصال قطاع الثقافة والتنسيق مع المندوبية الإقليمية لقطاع الثقافة بالسمارة أيام من 1 إلى 5 يونيو 2023 داخل مؤسسة التعليم بالسمارة. ولقد شارك في هذه الحملات التحسيسية أطر مركز آفاق ودكاترة وأساتذة آخرون لتنشيط هذا الحدث الثقافي التعريفي حول الثقافة الحسانية. ولقد تم تقديم للتلاميذ وللناشئة بطاقة تعريفية تهم الثقافة الحسانية ومكوناتها باعتبارها رافدا أساسيا للهوية الوطنية المغربية، والتطرق كذلك إلى بعض المظاهر للتراث الحساني العريق، وتبسيط الكثير من المعلومات التراثية الحسانية للتلاميذ قصد استيعابها وفهم سياقها ودلالاتها على أرض الواقع. ولقد تم تناول في هذه الحملة التحسيسية لموضوع الحماية الثقافة الحسانية سواء من الناحية القانونية أو الآليات الإدارية والثقافية من أجل النهوض بها وتثمينها، وهذا ما تحرص عليه وزارة الثقافة عبر برامجها ومشاريعها السنوية من أجل المحافظة وإعطاء زخم وإشعاع ثقافي كبير للمكون الحساني. واختتمت هذه الحملة التعريفية بيوم دراسي حول الثقافة الحسانية بمشاركة أساتذة ودكاترة من أجل التعريف بالثقافة الحسانية وتقديم لمحات وشذرات حولها لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية بالسمارة، وكذا تقديم مقترحات وتوصيات حول السبل الكفيلة من أجل المحافظة على الثقافة الحسانية وترسيخها في عقول الناشئة باعتبارها مكونا أساسيا للهوية الوطنية المغربية.